لو سألك انت بتخونيني او بتكلمي حد تاني تتصرفي ازاي في الوقت ده؟ لايك وتعالي اقولك. خليكي عارفة ان التصرف او السلوك ده وراه دافعين اتنين ملهمش تالت. اما ان هو فعلا عايز يطمن وعايز يحس كده ان الموضوع افورة عنده فبيطمن منك علشان يعرف، او ان هو، وركزي في الكلمة دي، بيتلذذ بشعور انك بتدافع عن نفسك وبتحاولي تثبتي له عكس كلامه اللي هو اتهمهولك ده. يعني اكيد هتلاقي نفسك عايزة تقولي له لا وانت ليه بتقول كده، فبالتالي هيحسسك بمسؤوليه انك لازم تقربي اكتر وتبذلي مجهود اكتر في العلاقه دي علشان تفضلي في نظري مش خاينه. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى مرهق ومتعب جدا. طيب سؤال مهم جدا يا كوتش ابراهيم، ازاي اقدر افرق ما بين الشخصين دول؟ اول حاجه لازم تبقي عارفه ان لو الموضوع بيتكرر كتير جدا كل شويه، اعرفي ان ده شخص بيتلذذ ان هو بياخد جرعات بتديله طمانينه وثقه بالنفس ان هو متملكك وانك بتحبيه، فيبدا طول الوقت يديك الاحساس ده بالاتهام، انت بتعملي كذا 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 كذا. لكن لو شخص بس هو عايز يطمن، هتلاقيه بيقول لك الموضوع مثلا نادرا، قليل جدا بيذكر لك الموضوع ده، اعرفي ساعتها ان هو فعلا عايز يطمن. تاني حاجه ممكن تثبت لك الفكره دي او تعرفي تفرقي ما بينها، هي فكره الصيغه. الشخص اللي عايز يطمن بجد هيسالك بصيغه سؤال: هل انت بتخونيني؟ هل انت بتكلمي حد تاني؟ هنا واجب عليكي فعلا تطمنيه وتبحثي عن نقاط الخوف اللي عنده واللي خليته يقول الكلام ده، وتبداي تطمنيها له وتشبعيها له. ده واجب عليكي. اما لو لقيتيه يعني كل شويه وكمان بصيغه اتهام، اللي هو مش بيسالك بسؤال لا ده انت بتخونيني، لا ده انت طالما عملتي كده فانت بتخونيني، انا شفتك امبارح وانت مع كذا، هو عارف كويس ان الكلام اللي بيقوله ده غلط، بس هو واثق انك هتصدقيه، فبالتالي هتبقي تحت طوعه طول الوقت. فالواجب عليكي بقى تتصرفي بحته اللي هو ايه: انت شايفني كده، اوكي، خلي بالك الموضوع ده فاض بيا. يعني لازم تغيري تصرفاتك وتعمليها بطريقه معاكسه وغير متوقعه علشان ما يفضلش طول الوقت فاكر ان هو يقدر يتملكك والسكه دي تنفع معاكي طول الوقت. بمعنى اصح بتقول ان السكه دي اصبحت بلا جدوى. اعملي لايك واستني المزيد من الفيديوهات، اوعى تفوتوها.